حياكم الله اعزائي المشاهدين، نرحب فيكم دائما ونمسي عليكم بالخير في نقلنا المباشر عبر قناتكم الرياضيه، وايضا بطوله الدوري وايضا النهائي لهذا اليوم، ويستمر لثلاث مباريات، مباراتين اولى اذا استمر الفريق في الفوز يصبح هو البطل الدوري، وايضا مباراتنا اليوم مباراه مهمه جدا ونهائي كما ذكرت، هو كان في ايضا المربع الذهبي الكويت فاز على طبعا كاظمة 3-0، وايضا المباراة الثانية 3-0، وايضا نادي برقان الفريق الاخر اللي مقابل نادي الكويت فاز 3 العربي 0، وايضا 3-1 برقان، واستمر ايضا في المباراة الفاصلة اللي قبل يومين 3-1 لفريق برقان. ونرحب دائما في اخواننا وحبتنا وضيوفنا الكرام، كابتن فوزي المعتوق. مساء الخير يا كابتن. هلا والله ابو صقر، مساك الله بالنور. ساعة مباركة طال ساعتك الله خير. وايضا نرحب في كابتننا العزيز جاسم الطرار. ومساء الخير كابتن. حياك الله ابو صقر، ارحب فيك وارحب بالساده المشاهدين، ان شاء الله يكون اليوم نهائي على المستوى ان شاء الله. باذن الله باذن الله. ايضا نذكر وايضا اعزائي المشاهدين ان هذه المباراة تستمر لثلاث مباريات، اذا كان استمرار الفريق في فوز مباراتين يستحق البطولة، ولكن اذا كان كما ذكرنا ثلاث مباريات، مباراة للفريق ومباراة لفريق آخر، يستمر أيضا مباراة الثالثة الفاصلة لهذا اليوم. الكويت كما ذكرنا متواجد المحترفين صابري وجواو، وأيضا نادي برقان تومس وأيضا دانيل لفريق برقان. طبعا كانت مباريات مميزة أمام الكويت، أمام أيضا كاظمة في 3 أشواط ايضا متكرر وصعد للنهائي، وذكرنا ايضا برقان في نادي العربي 3 مباريات وكانت المباراه الفاصله. نعود ايضا ونتحدث مع كباتننا كابتن فوزي وكابتن جاسم في هذا الحوار. كابتن فوزي ابو عبد الله، المباراه اليوم مهمه جدا للفريقين، اول مباراه للنهائي، في نذكر بان المباراه الاولى اذا استمر الفريق في فوز مباراتين يستحق البطوله، ولكن برقان جاي ايضا من قوه، من فوز ومن ايضا شوطين. نتحدث عن الكويت وبرقان. طبعا ابو صقر، اول شيء مبارك حق نادي برقان. اول نهائي لعبه اليوم برقان. طبعا ينعد له هذا انجاز حق نادي برقان. نعم صحيح. ما هي بسهل نادي برقان، طبعا لعب 3 مباريات مع العربي عشان يوصل للنهائي. اول مباراه خسرها، عدل من وضعه، فاز اللعبتين وتأهل حق النهائي. طبعا برقان مثل ما قلت انت ابو صقر بالبدايه، جاي متعطش، هاي بقوه. طبعا يطمع انه ياخذ المركز الاول، طبعا يلعب النهائي صحيح، لانه شارك في بطوله من بطولات قرباسيا، شارك مع نادي الكويت، فحس بطعم البطولات لما يشارك مشاركات خارجيه. صحيح. طبعا اتوقع برقان اليوم لازم يسوي شيء، لانه خلاص وصل النهائي. صحيح. وصل النهائي طبعا. نعم. وطموحه انه يفوز على نادي الكويت طبعا. نعم. ونادي الكويت نادي مو سهل طبعا. ابو عبد الله، ودي اسال ايضا، ويمكن نتحدث مع كابتننا وشاركنا، التقلب من نادي برقان كان مستوى جيد راضين عنه بالاستديو، ولكن في مباراه امام العربي، المباراه الاولى اللي 3-0 ما قدم. ما هو اسباب ايضا تقلب المستوى لنادي برقان؟ شوف، برقان بصقر من بدايه الموسم نعم شارك بالبطوله الخارجيه ورجع، ما ادى الاداء المقنع يعني. طبعا المحترفين ما كانوا ماشيين مع الفريق، ما ساعدوهم. تغيير المحترفين، رجع برقان مره ثانيه حق وضعيته وقدم مباراه جيده يعني. تشوفه بالبدايه صح انه كان مستوى نازل، بعدين يجيك في مباريات يخسر بس قاعد يعوض. صحيح، قاعد يعوض يعني سجلنا خسر اول مباراه من العربي. نعم. بس جاته مباراتين عوضها وقدر يتاهل حق النهائي. نعم. ايضا نذكر كابتن جاسم عن النتائج اللي كانت امام برقان 3-0 3-1 3-1 ايضا لفريق برقان. كما ذكرنا، هل الروح عادت لفريق برقان؟ نتحدث اولا عن برقان وسندخل ايضا على نادي الكويت. الروح، او تبي تتحدث عن الفريقين كابتن جاسم ما في مشكله.
نتحدث ايضا عن هذه المباراه، من هو الاقرب، من هو اللي يضمن هذه المباراه حتى في مباراه اخرى للتعويض. طبعا مصقر بدايته احنا نبارك للفريقين للامانه صعودهم للنهائي عن جداره يعني للامانه، يعني شفنا احنا خلينا نقول عن برقان كان متصدر الدوري من بدايه المباريات، يمكن في دور السته يعني يمكن الوحيد اللي يمكن خسر مباراه واحده يعني. ف برقان يمكن في بدايه التنشيطيه ما كان يعني المستوى، يمكن كان المحترفين مو ماخذين على الفريق، ما كانوا بالصوره المطلوبه يعني في ادائهم. بعدين برقان من مصقر بالانديه اللي تفتقد للقاعه يعني حق التمارين يعني كثر الله خيرهم للامانه اللاعبين مع الجهاز الفني، فريق قاعد يلعب بدون صاله خلينا نقول حق التمرين، تجهز الفريق فيها، تعد الفريق فيها، وهذا شيء صراحه يعني يشكرون عليه يعني كالقائمين على لعبه كره الطائره في النادي يعني في وبرقان مو من هذه السنه يعني من العام كانوا ايضا محترفين اللي دائما يستقطبونهم من المحترفين المتميزين. فبرقان استقطابه للاعبين المحليين والمحترفين مميز للامانه خلال الثلاث سنوات اللي طافت، فهذا اعطاه شويه. نعم. قاعد تشوفه يوصل قبل النهائي، يوصل هذا واليوم وهذه السنه قاعد نشوفه بالنهائي. فريق للامانه محترم، العناصر الموجوده اللي فيه من اللاعبين ايضا المتميزين، فريق مكافح للامانه. قد يكون يمكن محترفين اكيد مو طموح نادي برقان يعني صحيح. يعني دائما برقان دائما يعني يتميز بالمحترفين اللي يستقطبهم. لو تكلمنا على برقان فاعتقد صعوده بالنسبه له مكسب. اليوم ما عليه ضغوط كبيره يعني، المباراه بالنسبه له نهائي وفيها في تشانس يعني من مباراتين النهائي يعني اللي راح تلعب على مباراتين، فالتعويض وارد، ما في ضغوط، ما في هذا. التحضير لازم يكون على مستوى عالي، قاعد تلعبون امام فريق ايضا صاحب بطولات، فريق نادي الكويت للامانه متكامل في جميع العناصر، الاكثر لاعبين المنتخب موجودين في نادي الكويت، محترفين متميزين يعني اللي فريق يعني خبره كبيره، لاعبين الموجودين اللي عنده متمرس في النهائيات. نعم. يعني كل الخبره في الوصول الى النهائيات طبعا تنصب في صالح نادي الكويت، متعود على النهائيات. نعم. متعود انه دائما انه يكون في متواجد على المنصات يعني. صحيح. ويمكن في الفتره الاخيره هو الاكثر يعني يمكن حصل البطولات خلال الثلاث سنوات الاخيره. فاليوم المباراه اكيد يعني راح تكون من محضر لها بتحضير جيد نفسيا وبدنيا. المباراه تحتاج يعني دائما النهائيات التركيز العالي، قله الاخطاء، ايضا حضور الجهاز الفني ايضا في الاوقات المستقطعه، تبديلات اللاعبين اللي عنده، استخدام الدكه الموجوده اللي عنده. فاليوم المباراه راح تكون ان شاء الله يعني نتمنى تكون يعني على مستوى عالي، ان الفريقين واصلين بالنهائي يعني يستمتعون فيها الجمهور الكريم يعني. ان شاء الله. نستأذنكم كباتن اعزائي المشاهدين، نروح معاكم تقرير ونعود بعد هذا التقرير. تختتم منافسات المربع الذهبي للدوري العمومي للكرة الطائرة للموسم 2024-2025 بمواجهة حاسمة تجمع الكويت مع برقان في صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبد الله للصالات المغطاة. ويخوض الأبيض اللقاء بمعنويات عالية بعد أن حقق انتصارين متتاليين على كاظمة، فيما يدخل برقان المواجهة بطموح كبير بعد تأهله التاريخي إثر فوزه على العربي في المباراة الفاصلة، ساعيا لمواصلة مشواره نحو اللقب. من ينتزع بطاقة التتويج؟ الإجابة تحسم هذا المساء على أرض الملعب.
عدنا إليكم أعزائي المشاهدين، ودائما نشكر إخواننا في هذه التقارير المميزة ومباراتنا لهذا اليوم الكويت وبرقان. ونعود أيضا الكابتن فوزي، الأفضلية في النهائيات طبعا كما ذكر كابتن جاسم هي للكويت، ولكن برقان يعني يمكن الصعود الأول لفريق. هل تعتقد الروح يعني الإصرار للوصول هذه المرحلة من فريق برقان؟ كما ذكرنا عنده ظروف كثيرة، ظروف يعني الملعب كما ذكر قاتلنا سابقا، الحماس والوصول هذه المرحلة، هل تعتقد سيكمل المسار كابتن؟ شوف مصقر، كل هذا ننساه الحين. ما نعم. عنده صالة، ما عنده صالة، خلاص وصل النهائي الحين. صحيح. وصل النهائي، المفروض خلاص كل اللي عنده يلعبه بالنهائي. طبعا راح يكون اكيد في فرق بين نادي برقان ونادي الكويت، لان نادي الكويت لعب كذا نهائيات. عكس نادي برقان اول نهائي لعبه، فيكون شويه مثل يكون شاذ. بس المفروض اليوم برقان خلاص يعني وصل النهائي، المفروض كل اللي عنده يطلع خلاص. نعم. يعني يمكن جاته الفرصه، يمكن المره الجايه ما راح تجي الفرصه الثانيه انه يوصل النهائي. نتمنى نشوفه ان شاء الله مره ثانيه والثالثه بالنهائيات نادي برقان. بس المفروض ان اليوم خلاص كل اللي عنده يطلعه. ابو عبد الله، شنو يحتاج برقان؟ شفناه التركيز يركز على شنو؟ على يعني الارسال الجيد، على ايضا الرافع، على الكرات الصحيحه. يعني لو بتسوي له حلول. مشكله نادي الكويت يملك البلوك العالي. نعم صح. كان اعتماد برقان اكثر المباريات اللي قاعد يفوز فيها كلها بالكرات السريعه، فصعب اليوم يعني اذا بيمشي كرات سريعه. صحيح. المفروض اليوم مثل اللي يسوي ترميهات على الشبك، انه يبعد البلوكات عن الضاربه مالوته. ما عنده غير هالطريقه هذه، لكن اذا بيلعب نفس اللعب اللي برقان اللعبه السريع ويفتح عالي، مشكله بلوكاتهم الكويت وايد زينه. بنفس الوقت ارسالاتهم قويه يعني الكويت. نعم صحيح. يعني المفروض قويه جدا. قويه، يعني الضاربين اللي على الشبك يركز يعني ارسال في نقطه. والضاربين نادي برقان نعم يحط بباله ان البلوك اللي قدامه مو بلوك عادي، بلوك لاعبين طوال. يعني هني يبدي التصرف الضاربين على الشبك. نعم. هذه الحلول يعني حق نادي برقان. ايضا كابتن جاسم، الحلول عند الفريقين، ما راح نقول فريق ثاني، عند الكويت وايضا عند برقان. هل في ايضا قبل السؤال اللي ببدا فيه، هل في تميز او كمستوى نادي الكويت عن برقان؟ وما هي الحلول الفوز للصعود اكثر للمباراه الاخرى؟ صقر، احنا يمكن تكلمنا عن الكويت من اميز الفرق الموجوده عندنا في الدوري المحلي. يعني يمتلك لاعبين محليين على مستوى عالي، اصحاب خبره، اصحاب دكه قويه عنده الموجوده. يعني البدلاء الموجودين اللي عنده مقاربين تقريبا للاعبين الاساسيين اللي عنده، معدين على مستوى عالي، المحترفين افضل محترفين بالدوري. يعني جميع المقومات لفريق نادي الكويت متواجده عند مدرب الفريق للامانه. الحلول وايد، الحلول كثيره عنده، يعني ما عنده اي مشكله. الخبره موجوده، يعني ثقافه الفوز ايضا، ثقافه الفوز مهمه جدا لفريق نادي الكويت. نادي الكويت متعود دائما على النهائيات، متعود على يعني الضغوط اللي تصير في النهائيات. ف يعني تكلمنا عن بين برقان وبين هذا اول صعود له، في فارق كبير للامانه في ناحيه الخبره، لكن هذه على قولة ما تمنع ان برقان حيقدم مستوى. يمكن برقان وعبد الله الفريق الوحيد اللي كسب الكويت هذا الموسم في بطوله التنشيطيه، اعتقد كانت في التنشيطيه. وفريق كاظمه اسف في النهائي في التنشيطيه بعد. يعني الفريقين هم الوحيدين يمكن اللي تغلبوا على هذا الكويت في هذا الموسم. برقان يعني انا اليوم المفروض انه ما عنده ضغط، يعني اليوم يلعب مرتاح. برقان يعني يمتلك لاعبين للامانه جيدين. يعني برقان اليوم لو توفق في الكره الاولى بشكل جيد، يعني استقبال اول كره عنده، يعني الملا يمكن عنده حلول كثيره بالنسبه للمهاجمين اللي عنده.
ناحيه المحترفين او لاعبين السناتر الموجودين اللي عنده سواء سعود الدويسان او الملا او محمد اسحاق، يعني لاعبين للامانه جيدين في ناحيه السناتر اللي بالنص. ايضا يوسف منديل في 4 لو توفق اليوم، ايضا من اللاعبين الامانه اللي جيدين، لاعب متواجد مع المنتخب ممكن انه يعمل شيء. فاليوم المباراه للامانه ما تقدر، يعني الكويت مو قاب كبير عن برقان ممكن انه يعني يعمل شيء في هذه المباراه. صحيح يمكن الحظوظ، يمكن الترشيحات منصبه حق نادي الكويت، لكن اعتقد ان برقان ممكن انه يقدم في هذه المباراه شيء الكثير، يعني قادر يعني. تفضل. برقان اليوم مشكلته الالعاب السريع، لان عزيز نجم وعامر السليم سناتر، هم لاعبين السناتر مال برقان زين، يعني سعود دويسان ما عنده ذيك الخبره اللي شلون يتصرف من هذول، بس عنده امكانيات. ابو عبد الله جنبه عالي ما شاء الله. سعود ترى سعود عنده جنب وعنده صح، يمكن ما عنده خبره الحوائط الصد يعني بعد خبرته بالصد مو وايد. نبي بالشوت بالضبط. سعود عنده امكانيات. اتوقع انه يحرك يده يتصرف بين عامر السليم وعزيز نجم، يعني انت راح يلعب واحد قدام واحد ابو عبد الله، فبامكانه انه سعود عنده ارتقاء عالي للامانه يعني، فممكن انه يعني يتلاشى حوائط الصد. وكل فوز برقان ترى كان بالسريع على الفرقه الثانيه. هو سعود يمكن شفناه احنا في المباريات اللي طافت، يعني مسجل صراحه الامانه بالسريع، يسجل نقاط، لاعب عنده امكانيات يعني. ايضا الملا اعتقد عبد الرحمن اسمه اللي بالسنتر، ايضا من اللاعبين الممتازين. محمد اسحاق ايضا لاعب خبره بالسنتر. فاليوم انت اذا تعتمد للامانه على تفتح الملعب على العالي مع بلوك عالي وعبد الله صعب عليك، لازم تلعب بالسريع شويه، يعني تخلي واحد بواحد، يعني سنتر بالسنتر، يعني ممكن يسوي خلخله، تركيبات، يحسب حسابه على الاقل اللاعب اللي نقول احنا نقول لو برقان بيهاجمون على الاقل الكويت يحسب حسابه انه في سريع، يعني لما تلعب مفتوح مع الكويت صعب، بلوك عالي يسوي التركيبات، كل الاطراف عندهم حتى المعدين عالي بلوك، يسوي التركيبات السريع وفوقه السريع، يفتح السريع، عنده حلول يعني، ولا يمتلك خبره يعني. لان مشكله بلوكات بصقر، بلوكات نادي الكويت، اول شيء انا مستمتع، انا بالحوار هذا مستمتع، اشوفك تبوسم، انا مستمتع صراحه، اشوفك تبوسم بالعكس. كابتن جاسم وضح اشياء كثيره جدا. ابو عبد الله بروح الى المحليين، نختلف عن نخلي المحترفين على جنب، لكن المحليين الافضليه اي فريق. بصقر انت المحليين دورك انت. عندي دويسان، عندي ايضا نجم، عزيز نجم، عندي كم لاعب زينين مميزين يعني الكابتن. لان ابو صقر انا قاعد اشوفك كل مباراه ماسك الورقه والقلم، انا والله قاعد اسجل على طول اول باول، يعني صقر صارت عنده خبره. لا والمشكله معتمد على لاعبينا المحليين، يعني انا ودي اشوف لاعب ابو عبد الله، والله يعطيك العافيه يعني ابو صقر، يعني الداعمين ابو احمد، اي والله اللاعبين الجدد، اللاعبين نشوف لاعبين جيدين، لما المدرب يتعب على اللاعب هذا ويشوفه بالملعب يفرح. وبالعكس، ولما تتكلم عنه ابو صقر بالتلفزيون واللاعب لما يسمع يتشجع، يجي له الحماس، حتى اهله الداعمين له. لكن المحترف هذا بيلعب عندك مباريات موسم وبيمشي، بس يدور الراتب ويمشي. بس انت تعجبني قاعد مركز كله على لاعبينا المحليين، وقاعد بالعكس قاعد تشجعهم. يعني انا اللاعبين اكثرهم لما يصادقوني برا والله يتشكرون منك، يعني ابو صقر قاعد ترفع معنوياتهم وتعطيهم الثقه. انا حاشي ابو عبد الله بعد فيه. ابو عبد الله لو حطينا المحترفين مثل مالت الكويت، صابري مع جواو، او محترفين تومي مع دانييل، محترفين القرين، منو الافضل؟ برقان؟ شوف جاسم، لو تودي حتى الافضل ابو عبد الله، لو تودي محترفين الكويت حق برقان وهذيل مالت برقان الكويت، هني محترفين